السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة واللي هنتكلم فيها عن ضرة الإسلام بلاد الشام، المنطقة الساخنة التي لم تهدأ منذ فجر التاريخ. دايما لما بتيجي سيرة الشام بيجول في الخاطر بطولات المسلمين الخالدة زي مؤتة واليرموك وعين جالوت وحطين وأجنادين وغيرها من الملاحم العظيمة اللي خاضها المسلمين. وبما إن دلوقتي مفيش صوت يعلو على صوت الشام، فاحنا في حلقه النهارده ان شاء الله هنحكي لكم قصه بلاد الشام من قبل الميلاد لحد وقتنا المعاصر. هنعرف ايه هي بلاد الشام وايه اهم المراحل التاريخيه اللي مرت بيها والدور العظيم للشوام في التاريخ الاسلامي، وليه الشام بالذات كانت وما زالت مسرح الاحداث والصراعات. مبدئيا كده بلاد الشام هي المنطقه اللي بتقع غرب قاره اسيا وشرق البحر المتوسط، وبتبلغ مساحتها تقريبا 307 مليون كيلو متر مربع، وبتشمل 4 دول هم سوريا وفلسطين ولبنان والأردن. حكم بلاد الشام عبر التاريخ مجموعة من الشعوب المختلفة، أهمهم العموريين، ودول كانوا عايشين في مكان سوريا حاليا وبالتحديد في منطقة حلب. تاني شعب هم الكنعانيين، ودول كانوا عايشين في فلسطين وساحل البحر المتوسط، وخرج بقى منهم اليابوسيين اللي أسسوا مدينة القدس. وأثناء حكم الكنعانيين يوصل لبلاد الشام سيدنا إبراهيم عليه السلام واستقر في فلسطين، ومن بعده أولاده وأحفاده إسحاق ويعقوب ويوسف عليهم السلام. فضلت فلسطين تحت حكم الكنعانيين لحد ما قرر سيدنا موسى عليه السلام إنه يرجع ببني إسرائيل من مصر لفلسطين، ولكن طبعا بني إسرائيل رفضوا إنهم يدخلوا فلسطين في وجود الكنعانيين، فيتكتب عليهم التيه في صحراء سيناء. واثناء التيه يموت سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهم السلام، لحد ما يجي نبي جديد من بني اسرائيل هو يوشع بن نون، وياخد الاسرائيليين ويدخل بيهم الاراضي المقدسه وينتصر بيهم على الكنعانيين. ويتوالى على حكم بلاد الشام بعد كده مجموعه من الانبياء زي داوود وسليمان عليهم السلام. اما بقى الشعب الثالث اللي حكموا بلاد الشام فهم الفينيقيين، ودول كانوا عايشين على سواحل البحر المتوسط وبالتحديد في مكان لبنان حاليا. طبعا الشعوب دي كلها كانت موجوده في اوقات متقاربه وبعضهم كان معاصر للشعب الثاني. وهنا في ملاحظه مهمه جدا، ان تقسيمه بلاد الشام بشكلها الحالي اللي هي بقى ال4 دول فلسطين وسوريا والاردن ولبنان ما كانتش موجوده، ولكن كل دوله كانت بتتسمى باسم الشعوب اللي بيعيشوا فيها. ومع الوقت بقى بدأت تستقر في الشام عدد كبير من القبائل المختلفة لحد سنة 538 ينجح الملك الفارسي كورش انه يضم بلاد الشام للإمبراطورية الفارسية، واللي كانت بتسمى في الوقت ده بالإمبراطورية الأخمينية. فضلت بلاد الشام بمناطقها المختلفة تحت حكم الفرس لحد ما سيطر عليها الإسكندر المقدوني سنة 333 قبل الميلاد. وبعد وفاة الإسكندر تنقسم بلاد الشام بين القادة بتوعه، الجزء الأول تحت حكم سيلوكيوس ويشمل شمال الشام، أما الجزء الثاني وهو الجزء الجنوبي فهيكون تابع لبطليموس الأول اللي هيأسس دولة البطالمة. فضلت الشام تحت حكم السلوقيين والبطالمة لحد ما سيطر عليها الرومان سنة 64 قبل الميلاد، وهنا بقى تتحول تبعية الشام من اليونان للرومان. وفي القرن الأول الميلادي وأثناء ما كانت بلاد الشام تابعة للروم يتولد فيها سيدنا عيسى عليه السلام، وبالتحديد في مدينة بيت لحم في فلسطين. ومع الوقت تبدأ تظهر في بلاد الشام مجموعة من الممالك والقبائل العربية التابعة للرومان، واللي جزء كبير منها كان مهاجر من اليمن بعد سد مأرب زي الغساسنة وتدمر والأنباط. فضلت بلاد الشام تحت حكم وتبعية الإمبراطورية الرومانية لحد القرن السابع الميلادي اللي ظهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يدعو للإسلام. ومع ظهور الإسلام وانتشاره يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبعت الرسل لنشر الإسلام وتبليغ الناس بدعوة الإسلام، فأرسل رسالة لهرقل اللي كان موجود في فلسطين في الوقت ده مع الصحابي الجليل سيدنا دحية الكلبي يدعوه فيها للإسلام. وفي نفس الوقت اللي بيبعت فيه النبي صلى الله عليه وسلم رسالة لهرقل يبعت رسالة للدول والمدن اللي تابعة للروم، وكان أشهرهم الرسالة اللي بعتها لحاكم مدينة بصرة شرحبيل ابن عمرو الغساني. بعت النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل الحارث بن عمير لشرحبيل ابن عمرو الغساني حاكم بلاد بصرة التابعة للروم عشان يدعوه للإسلام، ولكن هنا بقى يرتكب شرحبيل خطأ كبير جدا ويقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقتل الرسل معناه إعلان الحرب على الدولة. وهنا يقرر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ياخد قرار في منتهى الصعوبة، وهو أنه يكون جيش ويبعت الجيش ده عشان يحارب الروم. وبالفعل يكون النبي صلى الله عليه وسلم جيش بقيادة سيدنا زيد بن حارثة عشان يروح يحارب الروم في معركة مؤتة الشهيرة. وكانت من معجزات المسلمين العسكرية ان 3000 واحد يثبتوا قدام 200,000 مقاتل بتوفيق الله اولا وببراعة القادة العظام زي جعفر وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة وخالد بن الوليد. عشان كده تعتبر غزوة مؤتة نقلة نوعية للمسلمين في المواجهة العسكرية مع الروم،
وبمثابة المحاولة الأولى ليهم في الشام. أما بقى المحاولة الثانية فكانت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما جهز جيش بقيادة أسامة بن زيد عشان يروح يحارب الروم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يموت قبل الجيش ما يخرج، فيمسك سيدنا أبو بكر وينفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم ويبعت جيش أسامة لمحاربة الروم، فيروح أسامة بن زيد ويحارب ويرجع مرة تانية. يبدأ بقى سيدنا أبو بكر بعد ما ينقذ الأمة من خطر المرتدين في تجهيز الجيوش لفتح بلاد العراق والشام، فبعت جيش للعراق بقيادة سيدنا خالد بن الوليد، وبعت 4 جيوش للشام، جيش لحمص بقيادة أبو عبيدة بن الجراح، والجيش الثاني لدمشق بقيادة يزيد بن أبي سفيان، والجيش الثالث للأردن بقيادة شرحبيل بن حسنة، والجيش الرابع للقدس بقيادة عمرو بن العاص. وأثناء ما كان المسلمين بيستعدوا للمعركة الفاصلة مع الروم في بلاد الشام، يموت أبو بكر الصديق ويتولى سيدنا عمر بن الخطاب. وفي عهد عمر بقى تحصل معركة اليرموك الخالدة سنة 15 هجريا، واللي انتهت بانتصار المسلمين بقيادة خالد بن الوليد ودخول الشام تحت حكم الخلافة الإسلامية. وفي نفس السنة ينجح المسلمين بقيادة عمرو بن العاص في فتح بيت المقدس بعد حصار استمر قرابة شهرين، ونظرا لقيمة المدينة ومكانتها الدينية يروح الخليفة عمر بن الخطاب بنفسه عشان يستلم مفاتيحها بعد ما يدي الأمان لأهلها على أرواحهم ومقدساتهم. وبكده نقدر نقول إن بلاد الشام بمناطقها الأربعة الحالية فلسطين والأردن وسوريا ولبنان أصبحوا تابعين للخلافة الإسلامية. وفي سنة 18 هجريا بقى يتولى معاوية بن أبي سفيان حكم بلاد الشام لحد سنة 40 هجريا، وفي سنة 41 هجريا ينتهي عصر الخلافة الراشدة ويبدأ عصر الدولة الأموية على إيد مؤسسها معاوية ابن أبي سفيان، اللي نقل الخلافة من الكوفة إلى دمشق عشان يخلي ثقل الدولة الإسلامية كله في الشام. فضلت الشام مقر الخلافة الإسلامية لحد سقوط الدولة الأموية سنة 132 هجريا، وانتقلت بعدها للكوفة وبغداد. على الرغم من انتقال الخلافة من الشام إلى بغداد، فضلت الشام بتحتفظ بمكانتها ودورها الكبير في العالم الإسلامي. ومع ضعف الدولة العباسية في عصرها الثاني يظهر مجموعة من الدول المستقلة كل دولة فيهم حكمت جزء من العالم الإسلامي، وكانت بلاد الشام من أهم المناطق اللي تعاقب عليها عدد كبير من الدولات المستقلة زي الحمدانيين والطولونيين والأخشيديين، لحد ما سيطر على الشام الفاطميين الشيعة. وأثناء حكم الفاطميين بقى يتعرض العالم الإسلامي وخاصة بلاد الشام للحملات الصليبية اللي سيطرت على بلاد الشام لحد ما ظهر عماد الدين زنكي وابنه نور الدين محمود، اللي أسسوا قاعدة قوية لمواجهة ومقاومة الحروب الصليبية، ونجحوا بالفعل أنهم يحرروا بعض المدن الإسلامية من الصليبيين. بعد نور الدين محمود بقى يظهر في مصر بطل جديد وهو صلاح الدين الأيوبي، وكان أول حاجة عملها صلاح الدين الأيوبي بعد ما ضم مصر ووحد مصر إن هو يقرر إنه يضم الشام ويوحد الشام تحت سيطرته. وبالفعل بعد ما وحد صلاح الدين بلاد الشام يقرر إنه هو يحارب الصليبيين، وقدر إنه ينتصر على الصليبيين ويحرر بيت المقدس في معركة حطين سنة 583 هجريا. وبعد صلاح الدين بقى يتولى حكم الشام أحفاده من الأيوبيين، وتبدأ الصراعات بين البيت الأيوبي لحد ما تسقط الدولة الأيوبية وتظهر مكانها دولة المماليك في مصر. ومع الوقت اللي كان المماليك فيه بيرسخوا لقواعد دولتهم في مصر والشام، تتعرض بلاد الشام للغزو المغولي اللي اكتسح العالم الإسلامي وقتل الخليفة وسيطر على عاصمة الخلافة في بغداد وكمل لحد الشام. وفي الشام ينجح المماليك بقيادة قطز وبيبرس انهم يكسروا المغول في معركة عين جالوت. فضل بلاد الشام تحت حكم المماليك لحد ما سيطر عليها السلطان العثماني السليم الأول بعد معركة مرج ضابج سنة 1516. ومن التاريخ ده لحد الحرب العالمية الأولى سنة 1914، يعني بنتكلم تقريبا عن حوالي 400 سنة فضلت بلاد الشام تحت الحكم العثماني. ومع قيام الحرب العالمية الأولى تعلن الدولة العثمانية دخول الحرب مع ألمانيا والنمسا والمجر، والحقيقة أن القرار ده كان قرار كارثي دمر الدولة العثمانية تماما. وبعد بقى اشتعال الحرب العالمية بسنتين، وبالتحديد في سنة 1916 تقوم الثورة العربية اللي عملها شريف مكة الشريف حسين بدعم من بريطانيا وفرنسا ضد الدولة العثمانية، واللي كانوا بيوعدوه فيها بالخلافة العربية. يعني من الآخر قالوا له اعمل الثورة واحنا هنعمل لك خلافة عربية ونخليك انت الخليفة بتاعك. وصاحبنا طبعا شرب المقلب وقامت الثورة العربية ضد الدولة العثمانية، وكانت من العوامل الكبيرة اللي أدت لسقوط وانهيار الدولة. ومع نهاية الحرب العالمية الأولى تنهار الدولة العثمانية اللي كانت مسماه في الوقت ده بالراجل المريض، وتبدأ بريطانيا وفرنسا اللي طبعا زحلقوا الشريف حسين وضحكوا عليه بدأوا في تقسيم أملاك الدولة العثمانية ما بينهم في الاتفاقية الشهيرة اللي اتسمت باتفاقية سايكس بيكو. اتقسمت أملاك الدولة العثمانية وعلى رأسها منطقة الشام بين الدول الكبرى.
فيما عرف بالانتداب البريطاني، وتم وضع فلسطين والأردن وجنوب العراق تحت سيطرة بريطانيا، ولبنان وسوريا وشمال العراق تحت سيطرة فرنسا. وهنا بدأت كل دولة في الشام تاخد خط مختلف تحت الاستعمار الأوروبي. فلسطين اتسلمت تسليم أهالي لليهود بوعد بلفور اللي عطته بريطانيا لليهود، ووعدهم فيه إن هم يعملوا لهم وطن في فلسطين. أما سوريا بقى ففضلت تحت الانتداب الفرنسي لحد سنة 1946، ويخرج الاحتلال الفرنسي لحد سنة 1946 يخرج الاحتلال الفرنسي من سوريا. وفي سنة 1971 ينقلب وزير الدفاع حافظ الأسد على النظام اللي كان موجود في الوقت ده، واتسمت الحركة دي بمسمى الثورة أو الحركة التصحيحية. وفي سنة 2000 قبل الميلاد يقرر حافظ الأسد إنه يغير في دستور سوريا عشان يورث الحكم لابنه بشار. اما بقى لبنان فكانت جزء من سوريا الكبرى لحد ما نجحت فرنسا انها تفصلها عن سوريا وتحتلها لحد سنة 1943 تخرج فرنسا من لبنان. اما بقى الاردن فدي بقى كانت العضمايه اللي رمتها بريطانيا لعبد الله ابن الشريف حسين بعد ما ضحكت عليه وعلى ابوه. ففي سنة 1920 سمحت بريطانيا لعبد الله ابن الحسين انه يأسس مملكة ليه في شرق الاردن، واللي اتعرفت بعد كده بالمملكة الهاشمية الاردنية. دي كانت اطلالة سريعة على بلاد الشام واهم الدول اللي قامت فيها وتاريخها من قبل الميلاد لحد عصرنا الحالي.